يا مساء الفل، يا مساء السعادة، يا مساء كل حاجة حلوة على عيونكم يا أحلى أخوات في الدنيا. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. رمضان خلص وقلنا نختم رمضان بأحلى سحور، عشان يبقى ختمنا رمضان كده بسحور حلو ونعمله مع بعضينا. الأيام الحلوة بتجري بسرعة، يعني شهر رمضان جري صاروخ ملحقناش، يا دوبك الواحد قال رمضان أهو، بعد كده ولا بعودة يا رمضان. خلص بسرعة جدا، يعني الأيام الحلوة بتجري بسرعة، وقلت بقى لازم نختم شهر رمضان كده بأحلى سحور معاكم ونعمل أحلى سحور. احنا بنتسحر على الساعة 2 بالليل دلوقتي. بصوا عاصم كان بيساعدني. دلوقتي بقى ايه هنعمل مع بعض السحور الساعة 2 بالليل. قلت اقوم احمر لهم شوية بطاطس كده، وكان جاي لنا شوية خس اللي انتوا شفتهم في اول الفيديو ده. يعني جايين من الارض كده علينا على طول. فقلت بما ان عندنا بقى خس كده، اما اقوم اتشجع واعمل لهم سحور حلو، هجيب بطاطس كده بقى واقطعها معاكم. النهارده هنعمل بطاطس كده مسلوقه حلوه قوي، اعملها لهم بطريقه حلوه تفتح نفسهم بقى على السحور. بما ان النهارده اخر يوم في السحور، مش هنتسحر تاني، وبكره فاطرين. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. ربنا يجعل ايامكم كلها سعاده وبركه. وطبعا بقى في العيد هنصحى ناكل رنجه وفسيخ. واللي هيقول يا بقى ملوش ما يجيش يتكلم معانا، خليه على جنب. احنا هناكل فسيخ ورنجة اول يوم العيد. طبعا نصحى من الصبح خلاص بقى فاطرين مش صايمين، هنصحى ناكل بقى الكحك بتاعنا وناكل الرنجة والفسيخ ونديها، وبعد كده بقى نشوف هنروح فين. هنا بقى كنت بقطع البطاطس زي ما انتم شايفين، هروح اغسلها وبعد كده نروح نسلق البطاطس بتاعتنا ونعمل بقى احلى سحوره. بحط على البطاطس مسلوقه، بحط لها وهي بتتسلق كده شويه ملح بس. هنا بقى الخس بتاعي كنت غسلته، وغسلت الجرجير. نسيت اقول لكم كان جايليش كمان جرجير مع الخس. واقطع لهم بقى شويه خيار كده يفتح نفسهم على السحور. عايزه اقول لكم ان انا زعلانه خالص ان رمضان خلص، رغم ان انا كنت في مطحونه في شهر رمضان. بس على قد ما كنت مطحونه وتعبانه، بس كان ايامه حلوه قوي. يعني كلنا بنحب رمضان، وايام رمضان بجد حلوه قوي. هنا بقى في الطاسه الصغننه بتاعتي الحلوه دي، هنا كنت بوريكم البطاطس ان هي بتتسلق. وهنا بقى في الطاسه هنعمل شويه فول بطماطم كده صغننين، عشان انا هعمل طبقين فول. هعمل بقى شويه فول بالطماطم، عايزه اقول لكم انه طالع تحفه وخطير. طبعا فول بالطماطم، وهنعمل فول بالبيض وبالطحينه. بصوا هظبطهم النهارده. هنا بقى البطاطس بتاعتي كانت اتسلقت، شلتها علشان ايه ما تتهريش مننا، هي خلاص كانت خدت السوا بتاعها الكامل. وهنا بقى حطيت فص توم مع البصلايه كده وبحمرهم، ومعايا بقى فلفل مكعبات، ومعايا طماطم. وهنعمل بقى شوية فول بقوطة كده حلوين على السحور. سحور كده حرش كده ويفتح النفس. ومعايا طبعا قرن فلفل حراق سبايسي كده، ده اكيد يعني مع الفول. والطماطم بتاعتي المقطعاها. وهنعمل بقى شوية فول بالطماطم خطير خطير خطير. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، حطيت ملح وكمون و7 بهارات. عايزه اقول لكم ان 7 البهارات بتدي للفول طعم حلو قوي. جربوه كده. واحط بقى الملح بتاعي بس، واسيبهم بقى يتسبكوا، وبعد كده انزل بالفول بتاعي. عايزه اقول لكم ان الفول بالطماطم بيبقى طعمه خطير قوي. فانا قلت بقى اجدد لهم. طول شهر رمضان كانوا بياكلوه بالتوابل، بالطحينه، بالزيت الحار. قلت النهارده بقى اعمل لهم فول بالطماطم كده. وهنا البطاطس بتاعتي كانت اتسلقت هرسها اهي. الطبق طبعا كان كبير كان صغير، فكنت عايزه طبق كبير عشان اعرف اهرسها. معرفش انا حطيته ليه في الطبق الصغنن ده، فغيرت الطبق وحطيتها في طبق كبير عشان اعرف اهرسها كده. وطبعا الخضار بتاعنا غاسلينه زي ما انتم شايفين، الخس بقى والجرجير والخيار كده يفتح النفس على السحور. وهنا بقى الصلصه بتاعتي او الطماطم بتاعتي كانت اتسبكت، وهنزل بقى بالفول. وعملت لهم بقى شويه فول كده حلوين. وهنعمل طعميه مع بعض، وهنعمل فول بالبيض، وهنعمل البطاطس المهروسه دي هعملها لهم بالثوم بقى. ريحتها عايزه اقول لكم ان هي كانت خطيره. بصوا بقى شكل الفول ولا ريحته بجد كانت تجوع. بس هنقله بقى الناحيه التانية، ونبدا بقى ايه نعمل طشه كده للفول للبطاطس بالثوم. عايزه اقول لكم ان البطاطس بالثوم دي بالطشه دي بتخليها طعمها خطير، بتوديها في حته تانية خالص. جربوها كده وانا عارفه ان هي هتعجبكم باذن الله. هحمر بقى الثوم كده في الزبده بتاعتي، وانزل بيهم على البطاطس بتاعتي. عايزه اقول لكم ان هي بتبقى خطيره. بس عملتهم بقى شويه بطاطس. كنت طول شهر رمضان عماله اعمل لهم بطاطس محمره، فقلت بقى ايه اغير لهم واجدد لهم بقى ايه في السحور النهارده، بما ان ايه ختموها خلاص، احنا بنختم شهر رمضان. هعمل لهم بقى سحور كده حلو. وحطيت لهم بقى كمون، وحطيت لهم فلفل اسود، وطبعا احنا كنا حاطين ملح على البطاطس.
وحطيت معلقة كركم. عايزة اقول لكم ان الكركم بيديها لون اصفر، شفتوا لما بتجيبوا بطاطس من المطعم كده بيبقى لونها اصفر وحلو، انا بقى عملتها كده زي المطعم بالظبط، عملت لهم اجواء المطعم. حلوة اهي، بصوا شكلها حلو قوي وطعمها كان خطير بجد. هنا كان عاصم مستعجل على الاكل، واقف فوق راسي. هنا بقى هنعمل بقى طاجن فول كده بالبيض، برضو ايه اغير لهم في السحور. عايزه اقول لكم ان الفول بالبيض طعمه برضو حلو قوي، جربوه يعجبكم. هنا بقى كنت بحط عفوا يا جماعه، بحط شويه دقه من اللي احنا كنا عاملينها اول رمضان، الدقه الخطيره بتاعتنا. حطيت بقى شويه على الفول بتاعنا، وانزل بقى بمعلقه زبده. عايزه اقول لكم ان الزبده مع الفول بتوديه برضو في حته تانية خالص. بس هنا بقى كنت بعمل حفره كده للبضايه بتاعتي، احط بضايه واحده بس كده بس، واسيبها بقى تستوي. بعد كده ايه لو ما استوتش معايا احطها تحت الشوايه، احطها تحت الشوايه تاخد ايه لون كده من فوق. بس حطيت شويه فلفل اسود من فوق وبس، دخلتها الفرن تاخد لون يعني تستوي شويه من فوق، لان هم بيحبوا البيض مستوي. وايه وكده الطاجن بتاعنا جاهز. هنا بقى كنت بوريكم ان احنا هنقلي طعميه. حطيت لهم بقى حطيت شويه زيت كده في الطاسه، وهقلي لهم كام طعميه كده صغنطتين مع الفول ومع البطاطس، يعني اهو شويه تحابيش كده مع السحور. يلا بقى، عايزه اعرف انتوا هتروحوا فين في العيد، قولولي. انا محتاره والله، مش عارفه اخرجهم فين السنه دي. هتخرجوا ولا هتقضوها في العيد؟ مع اني عايزه اقول لكم ان انا تعبانه جدا ونفسي اقضي العيد كله في البيت، بس طبعا هم طبعا عايزين ينزلوا ويخرجوا، يعني غصب عنهم طبعا عايزين يتفسحوا، غصب عني لازم انا اقوم واخرجهم وافسحهم. بس بجد فعلا الشهر كان ضغطه جامد عليا، فحاسه الواحد مرهق شويه. بس هحاول طبعا افسحهم. قولوا لي بقى هتخدوهم فين كده وهتفسحوهم فين؟ والله العيد بيبقى زحمه جدا، الواحد يعني لو ياخدوا اجازه كده بعد العيد ونخرج بعد العيد احسن بدل الزحمه. هنا بقى كنت بعمل بيض، هعمل لهم بيض. حطيت شويه زبده كده، وحطيت كام قرن فلفل رومي من تحت. وبعد كده هنزل بالبيض بتاعي. هم ما بيحبوش الطماطم في البيض، مش عارفه ليه، يعني عملت لهم بفلفل بس ما رضيتش احط طماطم. وهنزل بقى بالبيض بتاعي واعمل لهم شويه بيض كده حلوين بالجبنه الموتزاريلا والجبنه الرومي، بجد بيبقى خطير. وعملتهم بقى شويه سحور، ما خدوش يعني ما خدوش 10 دقايق مني، وكان جاهز معانا احلى سحور لاخر يوم في رمضان. يلا بقى، لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي لايك. وهنا عاصم بقى كان بياخد الزرع ويحطها على البوتاجاز، كان ناوي يسوي الزرع بتاعنا. ما كانش عايز يسيبني، وكان قاعد جنبي كان جعان بصراحه. هنا بقى نزلت بالجبنه الرومي، كنت بشراها، حطيت على الوش كده. وهنزل بقى بشويه الله، بجد كان ريحتها حلوه قوي. لا، عايزه اقول لكم ان انا ما حطيتش موتزاريلا فعلا، انا كنت ناويه احط موتزاريلا بس ما لقيتش. انا عماله اقول لكم موتزاريلا بس للاسف ما لقيتش موتزاريلا. الصيام يا جماعه معلش مأثر عليا. وهنا السحور بتاعنا كان خلص، وده كان اخر سحور لينا في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ونتقابل في رمضان الجاي ودايما متجمعين مع بعض. وان شاء الله انتظروني بقى في فيديوهات العيد، وان شاء الله نعمل فلوجات حلوه كده لو ربنا قدرني وكملت يعني وعشت معاكم. ان انا حاسه ان انا كده في اخر ايامي بجد. الارهاق عامل لي والتعب عامل لي، يعني مش مخليني مركزه خالص. سامحوني يا جماعه على اللخبطه اللي انا فيها النهارده. بس ايه رايكم بقى في السحور بتاعنا؟ وحطيت بقى شويه ليمون مخلل كده مع فلفل، بجد كان السحور يفتح النفس. يلا بقى شجعوني بلايك كده، واكتبوا لي كومنت حلو، وقولوا لي ايه رايكم في السحور، وقولوا لي هتخرجوا فين في العيد، وعملتوا كحك العيد ولا لسه؟ يلا انا عملت لكم كحك العيد، اللي ما شافش الفيديو يروح يشوفوا كحك العيد. عملته بطريقه حلوه قوي على السخن، بريحه وطعم السمنه البلدي من غير ما نحط ولا معلقه سمنه بلدي. ان شاء الله هحط لكم في صندوق الوصف عشان لو ما شافش الفيديو يخش يشوف. بس وده كان سحورنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. وانتظروني بقى في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب.